السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. زي ما احنا عارفين وغني عن التعريف إمام عاشور. إمام عاشور اللي زي ما بيقولوا بالبلدي كده عرق الرجولة بينط منه. بيحب مراته ياسمين جدا جدا، واخدها عن قصة حب، لكن غيور وطبع الراجل الشرقي بيجري في دمه. علشان كانوا معزومين في فرح، وبقى يحوط عليها وسط الناس ويمنع اي حد يجي جنبها، وكمان اشتغل لها زي ما يكون بودي جارد عندها، وما خلاش اي حد يلمسها، وقعد يقول اصل احنا ملناش في المليطة. وبعد كده كانوا في مرة كمان خارجين مع بعض، وراح هو انشغل ثواني عنها وهي وقفت مستنياه. وهي واقفة جم جماعة خلايجة من الكويت عكسوها، وقال له ايه الجمر اللي واقف ده. فهي ما سكتت وما اتكلمتش خالص. اول ما جالها امام قالت له الحق يا امام، ده جماعة من الكويت حكسوني. قام جاي على طول رايح لهم، وقال لهم انتوا بتعاكسوا مراتي، والموضوع اتطور ما بينهم، بقت مشادة ووصلت كمان لمد الإيد، والموضوع وصل بيهم للقسم، وكل واحد فيهم اتجه لضابط الشرطة وحكى له على اللي حصل. لكن إمام ما كدبش خبر، وراح عمل محضر فيهم. ولما الموضوع كبر قوي وخد أكبر من حجمه، جم الجماعة الكويتيين قالوا له حقك علينا يا إمام. لما اعترفوا بخطأهم، هو سامحهم وقال لهم أهلا بيكم في بلدنا، لكن من غير تطاول. وانتهى الموضوع على كده. لو كنتوا وصلتوا معايا لآخر الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله، أشوفكم إن شاء الله على خير. دمتم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة.